نشكر الشيخ الكريم الدكتور أحمد أبو حلبية نائب رئيس رابطة علماء فلسطين وعضو المجلس التشريعي ومقرر لجنة القدس بالمجلس التشريعي، وندع الحديث عن الداخل الفلسطيني واتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية للأسئلة ليرد عليها إن شاء الله تعالى. الحقيقة بمناسبة الحديث عن البرلمانات العربية ولجنة القدس، أقول يعني شكلنا خلال العام الماضي رابطة نواب من أجل فلسطين، وحين نقاش أحداث الاعتداء الأخير على المسجد الأقصى طالبنا الحكومة المصرية يعني بتفعيل مواقف إيجابية، وعرضنا 6 اقتراحات محددة طالبنا الحكومة فيها يعني بعدم الاتفاق بالشكب والتنديد حتى يعني الذي بهتت عباراته، ولم يعد يكفي مجرد استدعاء السفير الإسرائيلي، بل طالبنا ابتداء من عرض استفتاء شعبي على اتفاقية كامب ديفيد مرة أخرى بعد هذا المسلسل الطويل من الاعتداءات، مطالبة بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة الإسرائيلية من على أرض مصر الطاهرة، لسحب السفير المصري، لتجميد اتفاقات الغاز والكويز لغيرها. هذا ما ملكنا كنواب أن يعني نطالب به، فضلا عن تفعيل موقف شعبي وإتاحة الفرصة لجماهير مصر للتعبير من خلال المساجد ومن خلال الأزهر وغيره، للتعبير عن غضبة الشعب المصري ووقفته ورفضه للاعتداءات الصهيونية. للأسف الشديد يعني أنقل إلى حضراتكم أن ترتيب هذه الندوة تم أمس، وكان يعني في أول المعدين والمرتبين لهذه الندوة الأخ الدكتور جمال عبد السلام، مقرر ومسؤول لجنة الإغاثة باتحاد الأطباء العرب. ولقيت أمس ونحن نعد لهذه الندوة، والتقينا فريق كرة الطائرة الفلسطيني وهو في طريقه إلى تونس، وحضر الأخ جمال، كما التقيت الأخ جمال مع الجرحى الفلسطينيين في معهد ناصر ومع قوافل الإغاثة في غزة ورفح. ولكن فجر هذا اليوم اعتقل الدكتور جمال عبد السلام ضمن 73 من الناشطين السياسيين المرشحين السابقين لأعضاء مجلس الشعب المصري في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والمرشحين القادمين لمجلس الشورى القادم، ومديري مكاتب عدد من النواب. ويعني كأن في الدفاع عن القدس والدفاع عن الأقصى جريمة استوجبت عقابا واعتقالا لناشطين، منهم الأخ الكريم الفاضل الدكتور جمال عبد السلام. يأتي الحديث الآن لخنساء هذا العصر، والتي أعطت الأمة درسا وأكدت أن هذه الأمة لا تزال حية، لا شيء أغلى عليها من دينها وعقيدتها ومقدساتها، وأن حب فلسطين عقيدة كل مسلم، وغرست ثقافة الجهاد والنضال والشهادة وحب الاستشهاد، وأن الموت في سبيل الله أسمى أماني المحبين العاشقين للأقصى ولفلسطين. مع نضال و10 دقائق ثم نفتح باب المداخلات والأسئلة إن شاء الله تعالى.